احنا في الكاتورزيان في باريس. هذه دار تونس، الفضاء اللي فتح أبوابه قدام أبناء الجالية التونسية من عام 1954 حتى قبل الاستقلال. نتعرف على بولبابة الأنصاري، مدير عام إذاعة تونس الدولية في باريس، إذاعة خاصة موجهة أساساً للطلبة. بولبابة يتقابل هنا مع السيد طاهر بطيخ، مدير دار تونس. بولبابة قاعد يتابع في آخر الاستعدادات للدورة الأولى للصالون العقاري والتمويل البنكي، حدث هام يتنظم أيام 17 18 19 فيفري 2023. الفكرة جت من هنا، من داخل إذاعة تونس الدولية بباريس RTU. الإذاعة هي اللي تنظم الصالون في دورته الأولى بعد إذاعة رباط FM في المنستير. بولبابة هو باعث الإذاعة هذه، الصوت اللي يوصل لأكثر من 14,000 طالب في الحي الجامعي الدولي. بولبابة حاضر اليوم باش يختم خدمته الأولى والأساسية، الإعلام والدعاية للصالون. مرحبا بكم الناس الكل، هذه RTU إذاعة تونس الدولية من باريس، ونتلاقاو باش نحكيو على الصالون العقاري والتمويل البنكي في دورته الأولى من دار تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع ديوان التونسي بالخارج. قلنا ديما لم يكونش فما ذراع إعلامي يلم هالطاقة الشبابية هذه الكل ونخلق من خلالها صداقات وعلاقات لبلادنا لتونس. فعملنا RTU هي على فوا إذاعة يونيفرسيتير وفي نفس الوقت هي إذاعة تونس الدولية. خصصنا تقريبا أكثر من 40% من البرامج متاعها خاصة بالمواطنين بالخارج. اليوم الهدف هو التقاء أكبر عدد ممكن من العائلات التونسية في فرنسا مع المنظمين وضيوف الصالون. تونس اليوم عندها قيمة ثابتة، الموقع الجغرافي متاعها، تاريخها، ثم البلاتفورم الموجودة. احنا عندنا كليات وعندنا مخابر علمية، عندنا إطارات قوية برشا، عندنا شباب مهم جدا. لابد من خلق جسور تواصل ما بين الأجيال وما بين الأهداف اللي نحبوا نخدموها. إذا كان نقولوا باش نخدموا اليوم على 2030 و40 و50، كيفاش ينجم يكون النمط المجتمعي التونسي القادم، كيفاش تونس تنجم تكون بوابة لإفريقيا وهي منفتحة على الضفتين في المتوسط. الجمعة 17 فيفري موعد افتتاح الصالون. بولبابة الأنصاري نلقاوه في استقبال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي. الافتتاح يحضر القنصل العام لتونس في باريس رضا الغسلاوي ومدير عام ديوان التونسيين بالخارج. احنا داخل قاعة المعارض. دار تونس بباريس تستقبل اليوم مؤسسات بنكية، شركة بحث عقاري، أخصائيين في العقارات والقانون. الهدف هو تقديم الإرشادات وتسهيل عملية شراء العقارات والمساكن في تونس. من بعد الوجهة استوديو إذاعة تونس الدولية RTU، لقاء مع المسؤولين التوانسة اللي يحضروا اليوم خصيصا لحفل الافتتاح. المشرفين على الإذاعة ما يفوتوش فرصة كما هكا باش يوصلوا صوت ومشاغل الجالية التونسية المقيمة في فرنسا. باريس بشكل خاص مهم جدا باش نعرفوا أنه العاصمة الفرنسية تضم اليوم أكثر من 750 ألف تونسي. استمعنا بكل إنسان، كان لقاء تواصل مباشر، وقفنا على بعض الأخلالات اللي موجودة، الحمد لله وفقنا ربي وصلحنا. هذه عائلة الورغي، عائلة تونسية متكونة من 4 أفراد. العائلة مقيمة من مدة في العاصمة الفرنسية. اليوم الصالون هو فرصة بالنسبة لهم باش يتعرفوا على فرص البعث العقاري وامتلاك منزل في تونس. داري على كيفي ومفتاحي في يدي، هذا شعار الدورة الأولى للصالون. أخصائيين في مجالات التمويل البنكي والعقارات موجودين على ذمة العائلات متاعنا.
الهدف هو تسهيل الإجراءات وتقديم الإرشادات اللازمة، والأهم من هذا الكل خلق تواصل دائم ما بين الجالية التونسية المقيمة لهنا والمؤسسات العقارية في تونس. جينا اليوم للصالون دو موبيليي في لا ميزون دو لا تونيزي باش نشوفوا لي بروموتور ونشوفوا لي بانك. ان شاء الله نحن ناويين ان شاء الله نشريو دار في تونس. لي بروفيسيونيل الداخل كما حلاهم الكل عاونونا عطونا دي انفورماسيون. فما لي بانك لي بروموتور فما لي افوكا لي نوتير. نحن فرحانين دونك عاونونا بالكدا. اون بلوس الكادر محلاه والبلاصه محلاها اللي الاكسيسيبل بالمترو ولا بالار او ار. ان شاء الله اون فا كونكريتيزي ان شاء الله البروجي نتاعنا ان شاء الله بيانتو. بعد صالون البعث العقاري والتمويل البنكي، إذاعة تونس الدولية في باريس تستعد لتنظيم صالون السياحة في شهر مايو. وأكثر من هكا المنظمين يحضروا لإطلاق صالونات للفلاحة وبرشا تظاهرات فنية وثقافية كبرى. الهدف من هذا الكل تقريب التوانسة لبعضهم وتقريبهم أكثر من بلادهم.